بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم الاثنين 22/1/2024. ان شاء الله في الفيديو هنتكلم عن الاسعار اليومية على القناة بما فيهم اسعار الفول البلدي، وان شاء الله تابعونا لان في تغيرات كبيرة في الاسعار النهاردة. تغيرات كبيرة في اسعار الرز والقطن والفول البلدي والصويا، فتابعنا عشان تعرف الاسعار ماشيه ازاي كلها. وان شاء الله اللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشرفنا باشتراكه. يشترك من تحت الفيديو، بيضغط على علامه اشتراك، كلمه اشتراك بالعربي، وبيشترك في القناه وبيفعل الجرس عشان يوصلك اشعار وقت تحميل الفيديوهات. بالنسبه لامبارح طبعا احنا كنا متابعين المزاد فما عملناش فيديوهات، والمزاد نزل بالتفاصيل على الصفحه الشخصيه على الفيسبوك عشان الناس اللي عايزه تعرف مجمعاتها وصلت كام او قطنها في المجمع بكام، فالتفاصيل كلها. فاحنا هنقول مختصر الاسعار في مزادات امس. مختصر اسعار القطن، يعني قطن جزء 94 في كفر الشيخ وصل ل 15300، وقطن جزء 94 في الدهلية وصل 14400، وقطن جزء 92 دمياط وصل 14380، قطن جزء 86 البحيرة وصل 14700، وقطن جزء 96 في كفر الشيخ وصل في المزادات ل17200، وقطن جزء 94 في الغربية وصل 14200، وقطن جزء 94 في الشرقية وصل 14500. فده متوسط يعني او اعلى الاسعار اللي وصلت لها المزادات امبارح في كل محافظة. انما التفاصيل الاسعار بالكشوفات موجودة على صفحة الفيسبوك، كنا بننزلها اول باول وقت عرض المزاد. وبالنسبة لاسعار القطن خارج خارج المزادات طبعا فيها لسه اختلافات، وطبعا دي نتيجة اختلاف برضو المجمعات واختلاف الاسعار، لان الاسعار في المزادات بدأت ب 13700 في جيزة 94 وانتهت ب 15300. ففيها فرق كبير في المزادات ذات نفسها. فبره برضو المنظومة هتلاقي في فرق كبير، في ناس بتتكلم في 13000، وناس بتتكلم ب 13300، وناس بتتكلم في 12800. فده طبيعي، ده نتيجة اختلاف الأسعار في المجمعات ذات نفسها، اختلافات كبيرة في مجمعات القطن. طبعا أنا رأيي الشخصي كنت قايله لحضراتكم من كذا فيديو من فترة طويلة، وأنا بقول لحضراتكم إن السعر العادل للقطن ما يقلش عن 16000، وقلت الكلام ده كتير، يعني مش في فيديو واحد ولا اتنين، ده في فيديوهات كتير قلت ان السعر العادل للقطن لا يقل عن 16000 بل يزيد. فعشان الناس اللي قالت يعني دلوقتي المجمعات كانت نازلة ورفعت، فانا بقول من الكلام ده من اول ما القطن بدأ عشان الناس تبقى فاهمة الوضع بالظبط في سوق القطن. ان شاء الله المزاد الجاي متوقع يبقى ازيد من كده، يعني ازيد من كده، وده برضو لسه ما جابش السعر المناسب او السعر العادل لسعر القطن. ده ملخص لمزاد القطن امبارح واسعار القطن. هندخل بقى على اسعار الرز عشان ما نطولش على حضراتكم. بالنسبه لاسعار الرز النهارده في ارتفاع في الاسعار، وده نتيجه زياده الطلب وارتفاع اسعار المخلفات وقله العرض في الشعير. زي ما قلت لحضراتكم، طالما العرض في الشعير اقل عن الطلب مع ارتفاع المخلفات هيؤدي الى ارتفاع اسعار الرز الشعير والرز الابيض. فالنهارده الاسعار مرتفعه، والسوق بيختلف من مكان لاخر عشان الناس تبقى فاهمه. انا هقول لحضراتكم الاسعار النهارده على طول. هنخش بالنسبه لاسعار الرز الابيض عريض على جوده. البضايع العاليه في الرز العريض 28500 ل 28700 للطن من ارض المضرب، وقد تزيد البضاعه او تقل على حسب نسبه الكسر وعلى حسب الجوده وعلى حسب مشتريات الشعير واسعار مخلفات الرز. يعني الرز العريض متوسط سعره في الرز الابيض 28700. وبالنسبه لاسعار الرز الابيض الرفيع، ابيض رفيع على جوده زيت وبخار وسوليتكس، البضايع العاليه في الرز الابيض
الرفيع 27,700 للطن من أرض المضرب، وقد تزيد البضاعة أو تقل على حسب نسبة الجودة، على حسب نسبة الكسر، وعلى حسب جودة الرز، وعلى حسب المكان. ده بالنسبة لأسعار الرز الأبيض اليوم. من الطبيعي برضو إن الأسعار تقل 200 أو تزيد 200. وبالنسبة لأسعار رز الشعير النهاردة، الشعير العريض وصل للمضرب 19,400 و19,300، يعني من 19,300 ل 19,400. وبالنسبة لأسعار الرز الشعير الرفيع وصل للمضرب ب 18,700. وأسعار التحميل من أرض أو التنفيذ في الشعير العريض من 19,100 ل 19,200. وبالنسبة لأسعار التنفيذ في الشعير العريض الرفيع، الشعير الرفيع من أرضه من 18,400 ل 18,500 تحميل وتنفيذ من أرضه. ممكن البضاعة تقل 100 أو تزيد 100 على حسب المكان، وعلى حسب النولون، وعلى حسب طريقة السداد. وإن كان يعني طريقة السداد الكاش موجود في السوق دلوقتي. ده بالنسبة لأسعار اليوم، بالنسبة لأسعار الرز الشعير والرز الأبيض. بالنسبة لأسعار المخلفات، سرسة مطحون ب 2,500، الكسر الناعم ب17,000 للطن من أرض المضرب، والجونة ب14,000 للطن من أرض المضرب. وبالنسبة لأسعار الذرة النهاردة، المستورد البرازيلي صب أرض المينا ب 16,800، والذرة المستورد الأرجنتيني صب أرض المينا ب 16,800، والأوكراني والبلغاري والروسي ب 15,800. بالنسبة لأسعار الصويا المستورد، صويا 46 ب 38,000 للطن صب أرض المينا، وصويا 44 ب 37,000 للطن صب أرض المينا. بالنسبة لأسعار الذرة المحلي اللي التنفيذ اليوم قدامنا ب 15,500 الأصفر، والأبيض ب 14,500. وقد تزيد البضاعة وتقل على حسب المكان والمنطقة اللي حضرتك فيها، لأن ده أسعار تنفيذ عندنا اللي تنفذ فيها في الذرة في الشام الأبيض والأصفر. بالنسبة لأسعار الفول البلدي، في ارتفاع في أسعار الفول البلدي. يتراوح سعر الأردب من 6,100 ل 6,300. البضايع العالية تلاجات، وعلى حسب جودة الفول. ووزن الأردب ب155 كيلو، الأردب بالخام. كده يكون عرضنا مع بعض الأسعار. بالنسبة لأسعار القمح، يتراوح سعرها من 15 ل 15.5 للطن تنفيذ اليوم. وكده يكون عرضنا مع بعض جميع الأسعار على القناة. فيا ريت تشترك في القناة، واشوف حضراتكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.